هنا بقى بدأ التحول. النادي مبقاش مجرد انه بيدور على صفقة ولا حاجة تكسبه بطولة ولا يلعب مع الفريق، بالعكس النادي بقى بيدور على اللاعب اللي يبيع بيه، يجيب له جمهور مش بطولات. وفي الفترة دي بقى احب اقول لك يا معلم ان ظهر نوع جديد من الملوك، مش مدربين الفرق ولا رؤساء دول، لا دول وكلاء اللعيبة. واحد زي خورخي مينديز مثلا كان بيحرك نص لعيبة العالم بضفر صباعه. رونالدو، فابينيو، دي ماريا، كان عنده لعيبة أكتر من فرق الدوري المصري. عندك مثلا في 2018 اللاعب المكسيكي اللي كان مكسر الدنيا راؤول خيمينيز، كان عنده عرض وخلاص بيخلص مع اتلتيكو مدريد وسيميوني كان هيموت عليه، وكان عنده عروض تانية من فرق كبيرة في أوروبا، بس مرة واحدة لقيناه فين؟ في وولفرهامبتون. ايه النقلة دي؟ ويا ترى ايه سبب النقلة دي؟ إن وكيله كان خورخي مينديز، اللي هو اصلا في الاصل مستشار رياضي في نادي وولفرهامبتون الانجليزي، وطبعا بيستخدم نفوذه الشخصي والعلاقات اللي عملها مع ملاك النادي الصينيين، وخلى النادي يتحول لمحطه عبور لكل اللعيبه اللي تحت ايده. وما تفهمش اللعيبه دي ازاي بالامكانيات دي بتلعب في نادي معلش زي ده. واقول لك اسماء: راؤول خيمينيز، جواو نيفيز، باتريسيو، موتينيو، ولعيبه غيرهم كتير، حتى وصلت للمدرب نونو سانتو كان برضه وكيل خورخي مينديز. كل دول كانوا تحت جناحه.